السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة مع بعض عن مرض بيصيب السن الكبير أكتر من السن الصغير، واتصاب بيه عدد من المشاهير، وهو مرض صعب شوية وعلاجه برضو صعب. لكن كل حاجة طبعا برحمة ربنا بتبقى سهلة. ايه هو المرض ده؟ المرض دوت هو بيكتف الجسم او بيضيق على موضوع العضلات والحركة بالنسبة لكتير من الناس، وزي ما قلنا اللي بيتصاب بيه الناس اللي سنها كبير. ايه المرض دوت؟ المرض دوت هو مرض الشلل الرعاش. عاوزين نعرف يعني ايه مرض الشلل الرعاش، وليه ان هو بيكتف الجسم او بيضيق على الجسم والحركة بتبقى بطيئة. يعني ناس كتير سنها لما بيكبر بتلاقي حركتها ابتدت تبقى بطيئة، حركتها ضعيفة، المناعة قلت، حصل لها حبة مشاكل. ليه كده؟ زي أي حاجة خلقها ربنا مع تقدم السن بيحصل حاجة اسمها الهرم. الهرم دوت أو الكبر في السن أو الشيخوخة بالمعنى الطبي أو المعنى الدارج، إن إحنا استخدمنا الجزء ده أو العضو ده أو الإنسان عاش عمر طويل، فاستخدم فترة طويلة، عشان كده بيحصل ده. زي مثلا أي آلة أو أي مكنة زي العربية مثلا، أنت استخدمتها فترات طويلة، عاشت معاك عمر، رحت بيها مسافات كبيرة، سافرت بيها كتير، فشيء طبيعي إن هو بيحصل فيها ضرر في الموتور، في فتيس، في ما إلى ذلك، كماشين. طيب إحنا مش ماشين بس، إحنا برضو يعني استخدام الجسم برضو بيأثر عليه. طيب هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك في مرضين مفيش منهم شفاء: رقم واحد الموت، رقم اتنين الهرم اللي هو الشيخوخة. طيب هو الموت في البداية، الموت ده مرض؟ ليه؟ هو الموت ده مش الجسم خلاص كده ديد مفيش أي حاجة؟ الجسم ديد لكن العقل لأ، ده في الموت. عشان كده الإنسان بيحاسب وبيجوله ملكين وما إلى ذلك وهو في قبره وحاسس بكل حاجة. الروح طلعت، الروح طلعت، بس الدماغ بتفضل شغال. عشان كده الموت ده مرض. طيب نيجي للنقطة التانية، الشيخوخة، الهرم. الهرم اللي هو كبر السن. طيب هو لو نجا منه من هرم السن ده حد، مش كان نجا منه الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء والناس الصالحين؟ بس ده هو ده على الكل، حتى الأنبياء والصالحين. طيب الهرم دوت أو الشيخوخة أو بمعنى أدق الشلل الرعاش اللي احنا موضوع حلقتنا النهاردة، هو ده مشكلته ايه؟ هو مشكلته بتبقى في الأساس من المخ، من الدماغ. في مادة الجسم أو الدماغ بيفرزها اللي هو الدوبامين. الدوبامين ديت بيتم إفرازها من الدماغ من المادة السوداء. المادة السوداء ديت بتموت في الدماغ، فالجسم مش بيفرز الدوبامين. يعني المشكلة كلها تتعلق بالدوبامين على أغلب الظن، لأن مفيش أبحاث كافية أو شاملة وكاملة عن المسألة دي. طيب هي إيه أعراضه المرض دوت؟ الأعراض بتلاقي الإيد بترعش، الإيد فيها رعش. في بعض الناس كده هو تيجي مثلا يديلك فلوس أو حاجة تلاقي إيده بترعش، يسلم عليك إيده بترعش، فيها رعش. طيب في إيه كمان؟ البطء في الحركة، الحركة بطيئة، ما بيتحركش حركة سريعة زي الشباب. في ايه تاني؟ الضعف في العضلات، العضلات فيها وهن وضعف. طب في ايه تاني؟ ممكن مشاكل شوية في التوازن وهو ماشي، تلاقيه بيقع كتير. طيب هي مين الناس اللي اتصابت بمرض زي كده؟ هو طبعا اللي اتصاب بيه كتير، بس المشاهير في محمد علي كلاي، وده كان ملاكم ورياضي. ايه ده؟ هو الملاكم والرياضي ممكن يتصاب بمرض زي ده في الأعصاب؟ اه. طيب مين تاني؟ في روبن ويليامز الممثل الأمريكي، عنده شلل رعاش، عنده شلل رعاش. طب مين تاني؟ زي عندنا في مصر الدكتور مجدي يعقوب. ايه ده؟ يعني حتى الدكتور مجدي يعقوب ما نجاش من المرض دوت؟ اه. طيب هو كده هو بقى المرض ده حاجة صعبة جدا وصعب علاجه وما إلى ذلك. والله هي المحافظة أهم شيء. النقطة التانية، الكشف المبكر عن المرض ده بيسهل وبيقطع خطوات كتير، حتى لو مرض عويص جدا زي الشلل الرعاش.
وحتى لو مفيش عليه أبحاث كتير، وحتى الأدوية بتاعته لو محدودة أو في نطاق قليل، كل الحاجات ديت أمرها سهل لو تم اكتشاف المرض مبكرا. طيب احنا قلنا دلوقتي الأعراض اللي الإنسان ممكن يحس بيها، طب ده بيجي نتيجة إيه؟ في حاجة مهمة جدا وسبق إن احنا ذكرناها في أمراض كتير، وهو العامل الوراثي. يعني إيه العامل الوراثي؟ العامل الوراثي لو أنت عندك حد في العيلة اتصاب بيه من عيلتك أنت، مش عيلة مراتك، يعني في التسلسل الجيني بتاعك أنت، ده كده في عندك القابلية إن ده ممكن يحصل لك. عشان كده نحرص من نقطة زي كده أهو. وفي أي كشف خاص بالأمراض العصبية لازم نقول مثلا جدي كان عنده كذا، أبويا كان عنده كذا، عمي كان عنده كذا، خالي كان عنده كذا. الحاجات دي بتفرق كتير في التشخيص، تشخيص المرض والتشخيص المبكر للمرض. طيب ممكن طفرة جينية تحصل ويبقى في قابلية وراثية ويجي المرضى، وارد، احتمال وارد برضو، مفيش مشكلة. طيب ايه تاني؟ قال لك العوامل البيئية، وزي ايه؟ زي مثلا المبيدات الحشرية والحاجات الكيميكال، المواد الكيميائية. المواد الكيميائية، الناس مثلا بتشتغل ممكن في الزراعة وبتستخدم مبيدات كتير للحشرات وبتستخدم كيميكال كتير للزرع وكده، ممكن يتصاب؟ ممكن يتصاب. طب اكتر من غيره؟ اكتر من غيره. ليه؟ ان هو بيستخدم كيميكال كتير. طب الناس اللي في مصانع البتروكيماويات نفس الشيء. طب الناس اللي في المناجم اللي بتتعرض لسيانيد الهيدروجين وخصوصا منجم السكري، برضو أكثر عرضة للمرض زي كده، وخصوصا لو في عامل وراثي. تمام، يعني احنا كده عرفنا ان احنا نحرص من ايه. طب ايه تاني سبب كبر السن؟ هو الهرم، كبر السن، التقدم في العمر. طيب احنا ازاي ان احنا نحافظ من حاجة زي كده؟ اقول لك الاول ايه الادوية او الوسائل اللي تخلينا نعالج المرض دوت، وهنقول ايه طرق المحافظة. طيب ايه الوسائل؟ هو احنا قلنا المشكلة اغلبها في الدوبامين، فممكن بناخد دواء بيحتوي على مادة الدوبامين. في طبعا عدد من الأدوية، هي الخيارات بتاعته مش كتير، بس هو بيساعد إلى حد ما، الأدوية أو الأقراص. طيب في إيه تاني؟ في حل تاني بس هو جراحي، ده حاجة كده أشبه بالبيس ميكر. البيس ميكر أو منظم ضربات القلب، بيبقى ليه قطبين بيتزرع في الدماغ عشان مشاكل الرعشة والتوازن والمشاكل دي كلها والأضرار اللي احنا قلناها. ده بينشط أعصاب الدماغ شوية، بيدي زي بلصات كده، بينشط شوية أعصاب الدماغ. طيب في ايه تاني؟ ممكن طبعا العلاج الطبيعي، لأن العضلات بتحس فيها زي وهن، يعني قريب شوية من مرض الوهن العضلي، بس ده بيبقى أكتر، بتحس إن هو مكتف الجسم، الحركة بتبقى ضعيفة وخصوصا الرجلين. يعني الرعشة بتبقى في الإيد، أما الحركة أكتر بتبقى في الرجلين، بيبقى ضعف في الحركة. طيب في إيه كمان ممكن إن إحنا نعمله؟ إن إحنا نمشي، يعني المشي ده حاجة بسيطة، ده مش هيقدر يمارس رياضة عشان الوضع بتاعه. طب نقطة كمان، التغذية المتنوعة والتغذية السليمة، هي دي هتساعد كتير. طيب ازاي ان احنا بقى نحافظ؟ طب انا عندي مثلا حد قريبي جاله بعد شر شلل الرعاش، عندي جدي، عندي فلان، عندي علان. طب وانا شغلي كمان في بتروكيماويات وكيميكال كتير، اعمل ايه؟ لازم طبعا المحافظة رقم واحد. طيب احنا قلنا الرياضيين بيجيلهم، الدكاترة بيجيلهم، الأنبياء برضو بيجيلهم الهرم وبتحصل لهم، يعني حصل لهم مشاكل طبية وبيمرضوا أكتر، هم أكتر ناس بلاء. طب إحنا نعمل إيه؟ أول حاجة الرياضة حاجة كويسة جدا، بس نبعد عن الرياضات العنيفة اللي فيها ضرب. يعني قلنا محمد علي كلاي ده بوكسير ملاكم، فالضرب الكتير مثلا في الوش ممكن يؤدي. بس احنا زي ما قلنا الدراسات مش شافية ومش واسعة في النقطة ديت. الإجهاد ممكن يوصل لكده، ممكن يوصل لكده، هو الإجهاد. فأول حاجة الرياضة رقم واحد. طيب رقم اتنين الغذاء المتوازن والطبيعي. رقم تلاتة الراحة، إن إحنا نحاول نريح نفسنا قدر الإمكان، بقدر الإجهاد اللي بيحصل علينا والسترس، لازم مقابله راحة. طيب في إيه كمان؟ الحجامة طبعا هتفيد في حاجة زي كده،
هقول لك الحجامة علاج جميل جدا 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 في الحالات اللي زي ديت، بس عشان تجيب نتيجة كويسة ونتيجة ملائمة لازم تكون الحجامة على الدماغ. طبعا الدماغ ليها مواضع معينة هي الأفضل، بتشمل الدماغ كله، وأفضل موضع هو الموضع دوت اللي هو بيبقى في النص، اللي هو في منتصف الراس. طيب احنا عرفنا الحجامة بعد ما بنعملها بتخلي الدماغ يفرز دوبامين. دلوقتي لما بيحصل تلف في الأعصاب بتاعة الدماغ أو في المادة السوداء بعد الحجامة هيطلع دوبامين؟ أقول لك هيطلع دوبامين. دوبامين طبيعي مش من الأدوية، دوبامين طبيعي ومش من الأدوية. طب ايه الأماكن تانية اللي نقدر نعمل عليها؟ دي بالأساس ممكن نعمل كمان قدام هنا هوت على الراس، لو الراس مش منتظمة ممكن نعمل هنا هوت، يفضل كمان يمين وشمال العينين والورا اللي هما الأخدعين. بس احنا لو هنعمل كمان حجامة على الظهر ما تكونش يعني الكاسات كتير عشان نقدر نعمل الدماغ كلها، لأن الدماغ دي أعصاب، والأعصاب دي أهم حاجة في الجسم، ده الدومين، ده الدومين مش الدوبامين، الدومين اللي هو متحكم في الجسم كله، ده المهيمن، الأعصاب هي المهيمنة. طيب في سؤال مهم جدا، الناس اللي أخدت علاجات كتير لفترات طويلة وعلاجات تقيلة زي التهاب الكبد الوبائي اللي كان منتشر عندنا في مصر، ممكن العلاجات ديت تأثر وتسبب الشلل الرعاش؟ أقول لك الصراحة مفيش دراسات برضو وافية بالنسبة لنقطة زي كده. طيب هو العلاج ده كان تقيل، واسمع كمان ناس لازم تعمل تحليل للكبد ومش عارف وللكلى عشان تستحمل العلاج ده ولا لا؟ الكلام ده صحيح فعلا العلاج تقيل، لكن مفيش دراسات وافية نقدر نقول اه، ومفيش دراسات وافية نقدر نقول لا. لكن هي الموضوع ان احنا قدر الامكان نقلل الكيميكال، نقلل الادويه، التعرض للمواد الكيماويه والحاجات الرش والبتروكيماويات وثاني الهيدروجين والحاجات ديت، لان دي الدراسات المثبته حاليا. النقطه التانية الحجامه هنلاقي نتيجتها عاليه جدا، لازم يكون في حبه رياضه بس ما يكونش فيها حاجات الضرب في الوش وما الى ذلك عشان ما يكررش موضوع محمد علي كلاي تاني، لان الحاجات دي برضو بتأثر في الدماغ، ممكن يكون ده عامل أحد العوامل المؤثرة في كده. الإجهاد الكبير برضو لأ، والضغط العصبي برضو لأ. لازم زي ما يعني إحنا بنوزن نفسنا، اليوم ده أنت تعبت فيه وعملت كذا، لازم لا الغذاء يبقى متوازن وكتير وحاجة كويسة، ولازم ما نفرفش نفسي، لأن الضغط العصبي برضو ممكن يكون أحد الأسباب، وزي ما قلنا مفيش دراسات كتير على الموضوع ده. وبرضو لو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات وإن شاء الله نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، وما ننساش الاشتراك في الصفحة والاشتراك في قناة اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.